في نصف نهائي كأس السوبر السعودي اليوم كان الموعد بين النصر والاتحاد بطل الدوري، ومشهد غريب حصل للنصر حيث أحرز ماني أول الأهداف في الدقيقة 10، ثم تم طرد ساديو ماني عند الدقيقة 25 ليضطر الفريق يلعب ب10 لاعبين طوال 65 دقيقة قدام خصم قوي زي الاتحاد. المنطق يقول إن النصر راح ينهار ويخسر بسهولة، بس الحكاية كانت مختلفة تماما. النصر نزل الشوط الثاني بعزيمة وحماس غير عادي، وقدم شوط ثاني أسطوري بقيادة نجمهم كريستيانو رونالدو اللي في الدقيقة 61 تحرك بذكاء كسر التسلل وانفرد بالمرمى، لكن بدل ما يسدد قرر يمرر لجواو فيليكس ليسجل هدف الفوز ويأهل الفريق لنهائي السوبر. أرقام رونالدو مع النصر تتحدث عن نفسها، فالموسم الحالي ساهم ب44 هدفا في 51 مباراة، وبشكل عام ساهم ب119 هدفا في 112 مباراة، رقم يعكس براعته الكبير وتأثيره الهائل في الفريق. هذا الأداء البطولي والنفوذ الذكي لرونالدو مع الفريق خصوصا بعد خروج لاعب مهم مثل ماني يثبت أن النصر قادر على مواجهة التحديات الكبيرة وبقوة، وأنه مع المدرب خورخي خيسوس في طريقه لتحقيق النجاحات والبطولات هذا الموسم. كانت مباراة مليانة دراما، مهارات وتمريرات ذكية، والفضل يعود للعقلية القتالية اللي أظهرها لاعبي النصر، وخاصة رونالدو اللي برع في رسوم الهدف وقدم لقطة خلدت ذكريات كبيرة لمحبي الفريق. بالفعل بداية مثالية تفتح أبواب الأمل والطموح للنصر في هذا الموسم.